السلام عليكم خاوتي، واش بديتو تعيا شويه من الفيديوهات تاوعي كل يوم بزاف؟ خلينا نتوحشوك براهيم. معليش، اليوم نحكي على الكاميرات المستعمله قبل ما تشريها. واش لازم دير؟ درت فيديو كيما هادية عندها واحد 3 سنين بصح هادي تاع 2023 شويه ابديت. كي تروح تشريها وحدك تقدر تفيريفي عفايس لتماك، بصح كاين عفايس تنساهم، كاين عفايس لازم تكون بعقلك تشاكيهم في الدار. الحاجه الاولى الوضعيه الخارجيه، كاين امور باينين بلا ما نقولهم لك، زعما يعطيها لك مقسومه على نص يقول لك سكوتشيها وصور بها شحال بديهيه. بصح كاين عفايس اللي انت كي تشوفهم هكاك زعما كاميرا مخبشه، هي نورمال كي راهي مخبشه بصح انت تقول لا عيانه. دوك نقول لك وين زعما نورمال كي تكون مخبشه. هذيك الجلده هذيك زعما الكحله وين الجريب وين تشد يديك الكاميرا نورمال لو كان مخبش خاوتي. كاين اللي شغل يتنحى شويه، تنحى له اللصقه في الكاميرات القدم كيما في جي فيلم اكس تي واحد ولا كانون 550 دي ربما. كاين مثلا تخبيشات في كاش جهه ما كان والو غير البلاستيك ولا الحديد ما فيها والو، بصح تخبيشها في الشاشه عيانه وراي تبان لك تخبيشها في الشاشه. كاين اللي يحملها كاين اللي ما يحملهاش، بصح من داك بالك تعفسلك تلقى شاشه فيها تخبيشه كبيره بصح هي ماشي في الشاشه، راهي في هذاك السكرين بروتيكتور. هذاك تنحيه خلاص. لازم تجرب كاع القفالي تاعها الازرار، كاين اللي يدخلوا يطولوا باش يعاودوا يخرجوا. مثلا لازم تشوف هذوك البورت الكونيكشنز كيما الاتش دي ام اي. اذا مثلا حايب تشري انت اكسترنال مونيتور في المستقبل لازم تعرف ولا يمشي ولا لا. كي تلحق للدار اشري هذاك الكايبل المخصص لكاميرتك وركبوا مع التلفزيون تاع الدار. كاع عندكم شغل هذاك اللي فيه اتش دي ام اي. كاين هذوك تاع الصوت، اولا تاع الميكروفون دبر راسك كيفاش تدبر ميكروفون. كي اذا رحت عندك شحال وتقول له يعطيك ميكروفون باش تركبه وشوفوا لا راه يمشي ولا لا. من الافضل تقراج على كاميرتك قبل ما تروح لها باش تعرف مثلا وين تتحكم في الفوليوم تاع الميكروفون. بالك انت ركبت الميكروفون ما راهوش يمشي، هي بالك لازم تدخل الموني باش تعرف وين لازم دير اون كان اوف كاش عفسه هكذاك. وكاينه حاجه اخرى صارت واحد صاحبي شتي كي تفيلمي بالكاميرا بعد تشوف الفيديو كاين واحد الباب صغيور كاين اللي ما يمشيلوش. لازم تشوف فيديو ولا راه يتخرج الصوت ولا لا فيريفي هذاك الفلاش الداخلي ولا يطلع ولا لا زوج بيبان تاع الاس دي كارد ولا تاع البطاريه ولا يتغلقوا بسهوله. اذا تروح تشري كاميرا شوف العمر تاعها، اذا خرجت عندها 15 سنه ولا 20 سنه ولا 10 سنين. مثلا شوف اذا الاكسسوارات تاعها متوفرين في الجزائر، خاطر كاين واحد الانواع من الكاميرات تلقى بالك 30 حبه في الجزائر تتباع لانه شويه قديمه ولا مفقوده. تما انت كي تشريها بسومه مليحه كي تحب تشري لها بطاريه الثانيه على خاطر مات لك الاولى ولا تحب تشري لها شارجر تبحر لك ما تلقاهمش تاكلها لهذيك الكاميرا. نكملوا في الوضعيه الخارجيه، كاين واحد الكاميرات وين يتخبشوا بسهوله كيما كاميرات سوني شغل في الاطراف تاعهم تتنحى صبيغه وكلش تولي تبان بيضه نورمال ماشي كاع مشكل كبير. كيما في جي فيلم اللي ماشي بلاك هذوك شغل اللون تاعهم سيلفر كيما لا عندي انايا شغل كنت على بالي كي راح نشريها مستعمله بلي حنلقاها مخبشه. هذاك السيلفر شويه تخبش بسهوله خاوتي. لكن كاين واحد الضربات في الكاميرا شغل باينين بلي دات طيحه كبيره، تلقاها شغل داخله هذيك الجهه زعما ولا مكابوزيا في الاطراف تاع الكاميرا تما طاحت. دوكا شوف هذه تاع طاحت على حسب نتايا اللي من راح تشريها وعلى حسب نتا التجربه تاعك. اذا انت عندك 30 سنه تجربه وتعرف مليح الكاميرات تشاكيها تشوف تقول اوكي يساعدك بزاف في السومه وتديها. اذا بالك انت مبتدئ بصح حتشري كاميرا مضروبه طاحت واحد 3 خطرات ضربه بصح مولاها صاحبك 6 شهور ويخدم بها ما صرا لها والو، هذاك على ربي. وفي بعض الاحيان تلقى كاميرا تبان ماشي كاع مخبشه يعني جديده في العموم لكن هي مستعمله بزاف. كيفاش تفيق؟ شتو هذاك الجريب الجلده الكحله هذيك تاع اللي تلقاها وين دير يديك الجريب هذيك تلقاها لزجه، تلقاها شغل ليس، تلقاها شغل تلمع شغل شدها بزاف السيد راك شايف حتى ولات شغل مزيته خلاص. هي في الحقيقه كون تكون جديده تكون شغل شويه حرشه. وفيما يخص العدسه كاين اللي يشري ماشي كاميرا وحدها تجي معها العدسه. العدسه هذيك تشوف الزجاجه تاعها اذا مخبشه بزاف دير بها تصويره وقابل كاش الشمس ولا قابل كاش لومبا هكذا الضاويه وتشوف اذا كاين اشعه زايده اكثر من اللازم حب يقول هذيك الزلحه هذيك هي لا يتاثر. لكن اذا كاين داخل الزجاجه من الداخل شويه غبار ماشي مشكل. لكن كاينه نقطه مهمه جدا هي هذيك نقطه الاتصال بين العدسه والكاميرا. هذوك شغل الضروس تاع النحاس هذوك لازم تشاكيهم مليح خاطر من داك كي ما يجوش هذاك الكونتاكت بيناتهم واش يصرى ما تصورش الكاميرا ولا ما ديرش اوتو فوكس راك فاهم. خاطر خطره صارت لواحد واش درت بالكوطون تيجا هكذا بالقطن نقي مليح هذوك الضروس تاع النحاس تاع العدسه وتاع الكاميرا ولا اوب. كاين كاميرات اللي لازم لهم كانيت فيرموير ابديت باش ينحاو لهم شويه هذوك البوكس كيما تاع في جي فيلم ما كامل يديروا فيرموير ابديت الميزاجور. كاينه نقطه اخرى كانيت تعرف باللي الكاميرا السيد اللي كان كاتبها بدل لها بزاف عدسات. شتو هذيك الدويره تاع الحديد وين تركب العدسه يقولوا لها لا مونتور الماونت هذيك تلقى فيها زلحات مدورين كيما هي حب يقول سيد شغل دور فيها عدسات بزاف نحاول نرجع هي نورمال ماشي مشكل صراحه. وكاين اللي الناس ما ينحوش كاع العدسه هذيك تقعد جديده هذيك الماونت ماشي مخبشه ماشي كاع مشكل. برك هذا عامل ولا نقطه تدل على انه السيد بدل بزاف عدسات
تسمى لازم تشاكي السنسور، على خاطر اللي يبدل بزاف عدسات وما يحاضرش برا في الرمل ولا الغبار، راح السنسور يدخل شويه الغبار، والغبار ماشي كاع مشكل. دوك تما راح ندخلوا داخل السنسور ولا داخل الكاميرا. السنسور هو الصح، اذا لقيتوه مخبش ما تشروهاش، حاجه بديهيه. بصح اذا لقيتوه فيه الغبار ولا بصمه تاع بنادم تاع مزيته هكايا نورمال يتنقى. المشكل ربما يقدر يكون في الداد بيكسل، بيكسل ميت كيما في التلفزيون تاع داركم، من داك تشعل تلقاه كاع ضاوي غير واحد النقطه كحله ماتت بيكسل يا. كيفاش تعرف في الكاميرا؟ خلي العدسه فيها هذاك البوشون تسمى صوره تكون مظلمه، وفي اللابتوب تاعك في الدار زومي 100% 100% وحوس. هذا ما كان. والمشكل الكبير كاع اللي يخافوا منه الناس كي يشرو كاميرا مستعمله هو شاتر كاونت، ولا كيما نقولوا في الجزائر الديكلونشمون. حاب يقول الكيلومتراج تاع الكاميرا شحال مشات، وشنو هي النقطه اللي تدل شحال تانديكي لك شحال مشات الكاميرا. في الكاميرا يقول لك هادوما اللي فيهم هادوما ميرور لاس ولا دي اس ال ار، كاين واحد الريدو يطلع ويهبط. هذا الريدو يقولوا له شاطر، بالعربيه يقولوا له الغالق، يعني سرعه الغالق، السرعه عنده سرعه يطلع ويهبط. هو ميكانيكي يطلع ويهبط، بصح كي يطلع ويهبط بزاف 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 هكايا يلحق لواحد الرقم يحبس. وهنا اللي الناس تخاف. وهي شوفوا راح نعطيكم امثله، راح تضحكوا على روحكم وانا نضحك على روحي ونضحكوا كاع كيف كيف. نعطيكم مثال تاع طوموبيل وكاميرا. طوموبيل باش تعرف بلي مشات بزاف الكيلومتراج، شاف 120,000 300,000 400,000. والكاميرا زعما نقولوا هذاك الرقم تاع شحال طلع وهبط هذاك الريدو. هادو الشركات اللي يخدموا الكاميرات يبيعوا لك كاميرا في العلبه، يقولوا لك اسمع هاد الكاميرا جربناها في المصنع، لقينا باللي كي تلحق 400 ألف تصويرة، تسمح بيقول هذاك الريدو طلع وحبط 400 ألف الخطرة، تحبس. ماشي كاميرا تحبس خلاص تكسر كاع، هذاك الريدو برك يتكسر يحبس. واش دير؟ تبدل الريدو، السلام عليكم. كي نتا يمشي بالطوموبيل بزاف عوام وبدلت بلاكيت دو فران، تضيق لك تقول باللي عفسوها لي كي شريت هاد الطوموبيل بدل بلاكيت دو فران بعد 7 سنين. باينه ما عادش تضيق لك، لانه شيء طبيعي، بياسات تتبدل. هذا ما كان، هذيك الشاطر هذاك الريدو يتبدل. وفي الجزائر كاين عباد ناس لي ريباراتور يديروا هاد العفسه، والسومه ما على باليش بالك بين 500 مليون ونص على حسب الكاميرا. اذا كاميرتك 50 مليون ماشي كيما كاميرا تاع 5 ملايين. نكملوا الحكايه مع هديه شاتر كاونت. نوليو للمصنع، شركات كيخدموا الكاميرا. قلت لكم باللي يقول لك باللي هاد الكاميرا شغل تقريبا تحبس زعما في 150 الف. هما كيفاش تجربوها باش عرفوا بلي تحبس ب 150 ألف؟ هذه شغل معلومة كان عندي بزاف مي قرعشت عليها بصح ان شاء الله تكون هي. في العموم يديروا واحد زعما نقولوا خيط الكتريسيتي هكذا، يخلوها شغل تصور على ضربة بلا ما تحبس بالرافال هذيك تاع ما تحبسش. هي في الحقيقة انت ما تقدرش زعما ما تحبسلكش، يجي شغل كي تبدا تصور تحبس هكذا. في كاميرتي حتى دوك الغاليين ما يقعدوش زعما 8 ايام هما زعما كاين يدير في تريسيتي، مستحيل. كاين شغل واحد العفسه يقولوا لا بافر تحبس، فهمنا؟ بصح هما يديروا عفسه وقيلت باش ما تحبسش على ضربه حتى تسخن وتحبس. نعطيكم نفس المثال في الطوموبيلات بلا ما تضحكوا على هذا المثال. كي تشري نتايا سياره جديده خرجتها من لا ميزون، خرجت اللوطورات زعما ما بايش انايا من الوهران حتى العنابه وانت تمشي غير بالبريمير، وعاصرها البريمير هذيك. واش يصرى له المحرك؟ واش يصرى له؟ باينه ما نعرفش انا هاد الامور، بصح على بالي بلي تحرق المحرك ولا ما يصرى له. ما تجوزش الدوزيام، انت راك راح دير الكروستك هكذاك، ما راكش راح دير لها هكذاك. شفت الكاميرا كيف كيف ما راكش راح تقعد غير لكن كاين واحد الكاميرات تشوفها 10/10 جديده، وصح جديده، عندها سمانه ملي خرجت من العلبه. شحال فيها مكليك؟ قولوا 300,000 300,000 عندها سمانه ملي خرجت من الكاميرا. براهيم واش دار هذا السيد؟ بالك صور الالعاب الاولمبيه ما حبش. انا نعرف عباد في خرجه واحده يصور 3000 تصويره في كاش ايفنت ولا في الجزائر. مازال ما جاوبتكمش على بالي. وشنو هو شاتر كاونت اللي كي نشوفو ما نشريهاش الكاميرا براهيم؟ لو كان زعما تشري كاميرا غير باش تبيعها ما تشريهاش زعما اللي كليك تاعها طالع بزاف، برك اذا تشريها بسومه بزاف رخيصه. واللي متبيعها البنادم عنده 85 سنه اكسبيريونس في الكاميرات، غير يشوفها يقول لك شحال فيها 80 مليار كليك نشريها، خاطر يعرف كلش، راك فاهم كيفاش؟ بصح اذا انت مبتدئ ما تعرفش هاد الامور من حقك تتوسوس فيها 5 كليك ما تشريهاش، روح شري وحده جديده. بصح عيانه لو كان تروح تشري وحده جديده من العلبه وجاو الناس باش يشروها من قبل سياو تصويره واحده فيهم، كل بنادم اللي يجي سيها تصويره واحده جاو 5 عباد ما شراوهاش، لقيت فيها 5 كليك بصح هي في العلبه. فهمت العفسه؟ مثال ما عنده حتى معنى. بصح برك باش نقول لكم ما لازمش توسوسوا بزاف بزاف بزاف. دوك نكمل في الحكايه هذه. انا عندي 2 كاميرات في جي فيلم، هذه الكبيره راني نفيلمي بها، وكاين وحده صغيره في المرفع.
بين زوج كي شريتهم حتى لدوكا مازال ما شفتش شحال فيهم كليك، ما توسوست ما والو. وقتاش نتوسوس؟ اذا ربما حبيت نعاود لها البيع، واذا كانت كاميرا موديل قديم عنده 7 سنين 5 سنين، واذا لقيتها تسمى الوضعيه الخارجيه تاعهم رايبه كاع، تما كنت شاكي الكليك بالك فيها كاش على حسب كانت السومه. اذا كاميرا رخيصه تاع اللي تسوى زعما 7 ملايين فيها 200 الف كليك بزاف. بصح اذا وحده تسوى اللي شغل فلاج شيب فئه عاليه اللي تسوى زعما 25 مليون في المستعمل، تلقاها 25 مليون بالك فيها كاش 500 الف كليك. نورمال لبعض الناس، انا نقول نورمال لبعض الناس اللي على بالهم شنو يديروا. بصح كي تكون كاميرا رخيصه فيها بزاف كليك تجنبوها. شحال بزاف كليك؟ سهله مهله، اضربوا طله في انترنت. هاي ليك واش ديروا، روحوا لجوجل اكتبوا شاتر كاونت لايف سبان، ولا اكتبوا شاتر اكسبكتنسي زعما هكذا اكس. هاي لك زعما 80 دي، هاي خرجت لي 80 دي، قال لك تلحق زعما هكذا 100 ألف شاتر كليك هكذا. نروحوا زعما نقولوا نيكون دي 5200، هاي لك 100 ألف. نروحوا نكتبوا وحده نيكون خشينه شويه دي 850، هالك هادي دي 850 تلحق حتى 200 ألف. وكاين غالية عليها كيما هادي نيكون دي 4 ودي 5 يلحقوا حتى 400 ألف. فهمتوا كيفاش الحكاية خوتي؟ هاي نشوفوا كاميرا واحدة أخرى مثلا فيجي فيلم، هالك شوفوا شحال خرجت لهنايا 500 ألف، نص مليون. هادي ميرورلس. نزيدو نشوفوا سوني A7 3 200 ألف صح. نزيدو نشوفوا واش حبيتو كانت. مثلا كي كتبت لوميكس جي اتش 5 هاي ما خرجت ليش مباشرة، لازم نحوس عليها شوية. هالك موست شاتر ار جود قدامنا، حوسوا عليها تلقاوها في كاش موقع ولا في الموقع تاعهم اوفيسيال لوميكس. هذا ما كان ديروا شوية بحوثات برك تلقاو، ماشي زعما عفسة واعرة بزاف. وفي الجزائر شافتها بعيني كاين كاميرات فيهم شغل اكثر من المليون ومازالهم يمشيو. هاي العفسه تما باش ما ديروش في بالكم بلي هادو ما شاطر شغل خلاص تلحق لهذاك الرقم. زعما قالت لك الشركه 150 الف يحبس، زعما انت خلاص قعدت لك زوج تصاور يتلحق 150 الف. يا دوك كيفاش ندير؟ ما ماشي هكذا خاوتي. بصح باش نعطيكم ريال اكزامبل، زعما لقيت كانون 200 دي فيها زعما نقولوا 20 ألف كليك نورمال شريها، لقيت فيها 70 ألف كليك. تماك إذا شريتها لازم تكون نقية شوية وسومة شوية طايحة، فهمتوني؟ بصح في العموم الكاميرات هادو تاع 5 ملايين 7 ملايين تلقاو فيهم هكذاك بين 2000 كليك 6000 9000 12000 15000 شغل ماكسيموم 20000. بصح هادوك الكاميرات الغاليين الواعرين هادوك اللي تلقى فيهم الكليكس طالعين، وهادوك تاع ناسهم شغل ما يخافوش. شغل كيما في الجزائر اللي يشري زعما بي ام دبليو قديمه وماشيه بزاف على خاطر على بالو المحرك تاعها بلي فيه واحد العفايس كدا. فيما يخص هادوك لي لوجيسيال ولا هادوك البرامج اللي يخلوك تعرف شحال كاين كيلومتراج تاع الكاميرا، حاب يقول شاتر كاونت هذيك الكليك، كاينين بزاف وعلى حسب الكاميرات القدم تاع كانون سهله. شغل كاين واحد المواقع دير برك تصويره هكذا، تكتب شاتر كاونت في جوجل كانون 600 دي يقول لي يخرجوا لك كاع ساهلين. بصح كاين اللي وين قلال لازم حتى تشري واحد اللوجيسيال هكايا واقيلا $10 ولا ما على باليش. والله يرحم والديكم الناس اللي على بالهم بلي نسيت كاش حاجه في هذا الموضوع المهم، اكتبوا لتحت ديروا اضافات، خاصه اذا عندك تجربه شخصيه، خاصه هادو كانت البرامج كدا دير روابط تكتب. والناس اللي ما يشوفوش تعليقات في هذا الموضوع تاع اليوم من الافضل تشوفوا تعليقات، خاطر على بالي كاين الناس يتبعوني يعرفوا بزاف امور وراح يفيدوكم لتحت وحتى انا نستفاد. هذه هي الحكايه. واذا تلفت لك كاع واش دير في حياتك، صور بالتليفون وما تشريش كاميرا مستعمله.